لكنما الأمر لله
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. سورة معروفة مشهورة لا تخفى على أحد، وهي سورة الفاتحة، سورة الكتاب. من يبدأ بها الإنسان المصلي صلواته اليومية بها، إذا كبر تكبيرة الإحرام يبدأ بهذه السورة المباركة، سورة الحمد، سورة الفاتحة، سورة الكتاب. وبعد ما يخلص السورة قبل أن يركع يجب عليه أن يقرأ سورة كاملة من سور القرآن الكريم على وفق المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري. يعني بعد ما تخلص الفاتحة لازم تقرأ سورة كاملة، ما تكتفي بجزء من السورة من أولها أو وسطها أو آخرها على وفق المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري، لازم تقرأ سورة كاملة. وفي بعض السور ما يصح ولا تجزئ في الصلاة إذا قرأها الإنسان بعد الفاتحة على وفق المذهب الشيعي الاثنى عشري. وإيش تلك السور حتى الإنسان يلتفت إليها؟ أولاً ما يقرأ سور العزائم الأربع اللي فيها سجدات واجبة. 4 سور نسميها سور العزائم الأربع، فيها سجدة واجبة. الأعلى هذه واحدة، النجم، فصلت، السجدة. هذه سور 4 يسموها سور العزائم، فيها سجدات واجبة. إذا قرأها الإنسان أو استمعها استماعا مباشرا يجب عليه أن يسجد. هذه ما يصير تقرأ في الصلوات الواجبة. السور هذه سور العزائم الأربع، هذا واحد. أيضا لا يصح ولا يجوز أن يقرأ سورة طويلة بحيث يخرج بها الوقت، يعني باقي عن الوقت خلنا نقول ربع ساعة، ثلث ساعة وتطلع الشمس، مثلا صلاة الصبح يقرأ الأنعام أو الأعراف أو البقرة، ما يصير تطلع الشمس وبعد واقف يقرأ، صح أو لا؟ فما يصير يقرأ سورة طويلة بحيث إذا قرأها خرج الوقت. مو معنى الكلام لا يصح ولا يجوز أن يقرأ الإنسان في صلواته السور الطويلة، إذا في متسع من الوقت لا يقدر. مثل هالأيام النهار طويل في صلاة الظهر طول الساعة 12، لو يبغى يقرأ البقرة يقدر يقرأها، الشمس ما تغيب إلا 6:30. مو معنى ما يجوز أن يقرأ سور طوال، لا يختار سورة طويلة بحيث إذا قرأها خرج عليه الوقت. أيضا لا يصح له أن يقرأ سورة الفيل إلا ومعها سورة قريش
هذين في الصلاة سورة واحدة، ما تقرأ الفيل لحالها ولا تقرأ قريش لحالها. إذا تبغى تقرأهم في الصلاة لازم تدينهم ورا بعض بعد الفاتحة. تقرأ الفيل وتبسمل إلى قريش، وإذا بسملت إلى قريش وقرأتها تركع إذا كنت في الركعة الأولى، أو تقلد إذا كنت في الركعة الثانية. فهذين سورة واحدة، سورة الفيل ومعها سورة قريش. بعد أيضا سورة الضحى، هذه ما يجوز تقرأها لحالها في الصلاة، لازم تضم إياها سورة الانشراح. هذين الاثنين في الصلاة سورة واحدة، ما يصير تقرأ الانشراح لحالها ولا الضحى لحالها. إذا بتقرأهم لازم تدينهم مع بعض في الصلاة. فالإنسان يلاحظ هذا المعنى في صلواته. فسورة الفاتحة سورة الحمد الإنسان المصلي يبدأ بها الصلاة، وبدأت بكلمة عظيمة: الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة العظيمة، لاحظ القرآن دائما يكرر هذه الكلمة، ولاحظ حتى أصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يكرروا ويرددوا هذه الكلمة، حتى وهم في الجنة يكرروا هذه الكلمة. ولاحظ جميع أدعية أهل البيت، أغلب أدعية أهل البيت عليهم السلام تتضمن هذه الكلمة، كلمة الحمد، خصوصا أدعية الإمام زين العابدين أيام الأسبوع. لو تلاحظها: الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. لاحظ أدعية العابدين طول أيام الأسبوع. فهذه الكلمة الإنسان يرددها مو بس في الصلاة، يرددها قولا وعملا. يعني أنا أحمد الله عز وجل على كل شيء، في السراء، في الضراء، في الصحة، في المرض، في الفقر، في الغنى. إذا أنت غني ما تقول الحمد لله، إذا أنت فقير ما تقول الحمد لله، إذا أنت صحيح البدن ما تقول الحمد لله، إذا أنت مريض ما تقول الحمد لله. الإنسان يرددها في جميع أحواله، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر، في كل شيء يردد هذه الكلمة. يقول الحمد لله رب العالمين في كل أحواله، في غنى، في فقر، في صحة، في مرض. ولا ننسى أن ندعو للمريض بالشفاء والصحة والعافية. الأخ حسين نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل، نتوسل إلى الله بجاه علي الأكبر، شباب الحسين عليه السلام، شباب كربلاء، ونتوسل إليه بأم البنين قاضية الحاجات في شفائه العاجل. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أم البنين، إنا توسلنا واستشفعنا وتوسلنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا. اللهم ألبسه ثوب الصحة يا كريم، من عليه بالشفاء العاجل بحق أم البنين وبحق علي الأكبر شباب الحسين وبحق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالإنسان يحمد الله عز وجل في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر، في جميع أحواله يحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. والإنسان يحمد الله عز وجل على جميع هذه النعم، النعم المادية، النعم المعنوية، النعم الباطنية، النعم الظاهرية، يحمد على جميع النعم.
ونعم الله عز وجل كثيرة على الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقدر الإنسان يحصي نعم الله عز وجل عليه؟ ما يقدر. ويقدر يشكر جميع النعم؟ نعمة واحدة فقط. خلايا الجسم في الإنسان كم خلية تتوقع في جسم الإنسان؟ مليارات الخلايا، مليارات الخلايا في جسم الإنسان. لو يقعد الإنسان بيحمد الله وبيشكر الله عز وجل فقط بس على هالخلايا، غير بقية الأعضاء وبقية النعم، البصر واللسان والحركة والقوة والقيام والأمن والأمان والأموال والأولاد، ما يخلص الإنسان، صح أو لا؟ نعم الله عز وجل كثيرة على الإنسان، نحمد الله على نعمه. ومن أهم نعم الله عز وجل ومن أفضل نعم الله عز وجل ومن أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان نعمة معنوية، نعمة ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. سعد من والاكم، هذا قرص الأول. وفاز الفائزون بماذا؟ بولايتكم. أعظم نعمة نعمة ولاية أهل البيت. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: ولا تسألون يومئذ عن النعيم. يقول له النعيم هي ولايتهم، ولاية أهل البيت عليهم السلام. سعد من والاكم، فاز الفائزون بماذا؟ بولايتكم. لكن أنت يمكن تقول لي كيف سعد من والاكم وفاز الفائزون بولايتكم؟ وهذا تاريخ شيعتهم والمرتبطين بهم، سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وحذيفة وكميل بن زياد وحجر بن عدي وغيرهم، نكلوا بهم، سجنوهم، قتلوهم في محبة أهل البيت ومحبة علي بن أبي طالب عليه السلام، صح أو لا؟ عدل كيف تقول فاز الفائزون بولايتكم؟ وين هم اللي فازوا؟ لكم نكلوا بهم، ومن سجن إلى سجن ومن تشريد إلى تشريد. سعيد من والاكم ولا السعادة؟ لا، نقول الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية المقصودة هي الفوز في الآخرة وليس في الدنيا. الفوز الحقيقي والسعادة المقصودة هي الفوز في الآخرة، لأن ما في لا نكد ولا عذاب ولا تنكيد، صح أو لا؟ تلك السعادة الحقيقية إلا ما فيها نكد ولا فيها تعذيب ولا فيها نكال عليهم. لذلك لاحظ أمير المؤمنين عليه السلام لما قرئ ماذا قال؟ فزتوا، يعني من أول ما فايز هو أمير المؤمنين له يقصد هذا الفوز الحقيقي لما في نكد ولا نكال وفي راحة دائمة باقية. هذا اللي يقصد أمير المؤمنين. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول هذا الفوز اللي يقصده الإمام، اللي ما في نكد وفي راحة دائمة حقيقية. فاز الفائزون بولايته، سعد من والاكم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنسان يسأل الله يثبته على ولاية أهل البيت، محبة أهل البيت، براءة من أعدائهم، وأن يكون معهم في الدنيا والآخرة. لأنه إذا أحب أهل البيت عليهم السلام يقدم كل شيء من أجلهم، يقدم أمواله، قدم نفسه، قدم حياته، قدم أولاده من أجل أهل البيت عليهم السلام. قدمت 4 أولاد من أجل أهل البيت ومن أجل الحسين عليه السلام، وما سألت عنهم وماذا جرى عليهم، لأن محبة أهل البيت تسري في عروقها كما تسري دماؤها.
ما قالت أخبرني عن العباس أو عن غيره، أخبرني عن الحسين، ما الذي جرى عليه؟ يقول صار يهون عليها المصيبة، يعدد لها الأولاد واحد بعد واحد، إلى أن وصل إلى أبو الفضل العباس عظم الله لك الأجر، فلقد قتل العباس. تقول الرواية كان على كتفها طفل لأبي الفضل فسقط على الأرض، فاضطرد قلبي أسمعتني سألتك عن العباس أو عن غيره؟ أخبرني عن الحسين، ما الذي جرى عليه؟ أخبرني عن الحسين، أنا مناد وحسينا، أنا مناد وإماما. فقال لها عظم الله لك الأجر، فلقد قتل الحسين، فنادت وحسينا. مر ب3 أيام ما حد حفر قبره، يوم البنين وبالعوادم حطام صدرا، يوم البنين وحرق والعدوان خدرا، وتروعت ذيك اليتامى والنساوي، صارت تمثل لها قبورا 4 تجلس عندهم وتذكر الحسين وتبكي وتنادي وحسينا. انت بعد دائما مثلها اذكر الحسين، هذه ايام الحسين على الابواب، اذكر الحسين ونادي وحسينا، قل وحسينا، ابكي على الحسين، اندب الحسين، اصرخ على الحسين ونادي وحسين. تنصب قبور 4 وتنصب عليهم ماتم، وتبكى دموع وتنتحب والدمع منها ساجد. تمنيت روح اولادي وحسين يرجع سالم، ولا كان امه تفتجع، ام البنين تنام. تمنيت راح اولادي وحسين يرجع داره، وارض المدينه تزدهر وبضي غرته وانواره، وتعود له وفاده وتعود له زواره، وتاخذ عطاها من ايده ام البنين تنادي. واسفل ثان الناعي ينعوج الفاسه، يا اهل المدينه تطلعوا لحسين حسان، ربوا ضلوع بن سعد بالخير صدر داخل، انا مناد وحسينا، انا مناد واماما. حتى على فراش منيتها تذكر الحسين، تأمر أن نبكي على الحسين، تأمر أن نمسك مآتم الحسين وننادي وحسين. وما نسيت المظلوم في وقت المني، تذكر مصابه وتهمل العبراجري، وتتمنى يحضرها غريب الغار، ويحضر ابو فاضل ومنها يغمض العين، تتذكروا منها المدامع في جري، غمضت يا ويل عيونها ومدت يدها، فارقت منها الروح وحزني، انا مناد وفاطمه. شاع خبر وفاتها، خرج اهل المدينه نساء رجالا يبكون عند جنازتها، والكل ينادي وفاطمه. فلما سمع زين العابدين
بوفاة أم البنين قام على قدمه، صار يضرب على رأسه وينادي وأمه، وبس ما قبل ضجت عليها حرم ورجال. أقبل حفيد أم البنين بدمع همال، شاف علي السجاد ومن مستخبر الحال، قال له ايش صاير؟ قال ماتت أم البنين. تزفر أبو الباقر وظل يصعد الفاس، حالا رفع عيده وظل يلطم على الراس، ينادي حساف عليك يم البطل، أنا ولد وفاطمة. وأن أنسى لا أنسى أم البنين، وقد فقدت أربعة بسيدتنا ومولاتنا أم البنين، ومصابها ومواساتها للزهراء ولأهل البيت لأولادها الأربعة بما قدمته لهم وما قدمته لأمير المؤمنين. اللهم بحقها وبحقهم من على الشاب حسين بالشفاء العاجل يا رب العالمين. البسه ثوب الصحة يا كريم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبحق أبي الفضل العباس، وبحق قاضية الحاجات أم البنين، صل على محمد وآل محمد وألبسه ثوب الصحة يا كريم. اللهم من عليه بالشفاء العاجل يا رب العالمين، وارجعه سالما إلى أهله يا أرحم الراحمين بمحمد وآله الطاهرين. وكذلك جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم موتانا وموتى الحاضرين والمؤسسين والمستمعين، ومن مات على ولاية أهل البيت، أرواح موتى الجميع نهدي الفاتحة.